السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير. صنفنا النهارده راح نعمله العيش الفينو بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. بكيلو دقيق راح يعمل لك ما شاء الله كمية كبيرة قوي. فينو وراح تعجبك جدا. زي ما انتوا سهلة خالص العيش الفينو. الشكل والطعم ما شاء الله عليها بجد شوية عيش فينو. تلقيمه في صنف في مطبخي بأسهل طريقة وأجمل طريقة. هتعملي كمية جميلة جدا. بكيلو دقيق ما شاء الله عليها. محلول معانا وطعمه جميل جدا يا جماعة بجد. عايزة تكبري اكتر من كده تكبري براحتك معانا وسفنجة. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عليها. الطريقة سهلة خالص ومكوناتنا كلها في البيت. مش هنحتاجوا مكونات خالص بره يا جماعة. طبعا احنا عندنا الخميرة عندنا الدقيق عندنا الزيت. بيحتاجش غير كده بس الفينو. ما شاء الله عليه. طعمه جميل جدا هيعجبك وهيعجب أولادك. وكملي الفيديو للآخر. ولو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. ويلا نسمو بسم الله وندخل في المكونات على طول. أنا معايا كيلو دقيق نخلاه حلو. أي نوع دقيق حلو أبيض عندك اعملي بيه. الفينو بيحب الدقيق الفاخر يا جماعة يعني. دقيق فاخر يكون أبيض قوي ما يكونش أسمر. ومعايا هنا خميرة بيرو. لو معاكي خميرة فورية اعملي بيها حطي 3 معالق. عشان بيحب الخميرة أوي الفينو. معايا ربع كوباية سكر. ومعايا مية. معايا زي ربع أقل من ربع زيت. بس عشان نلم العجين بتاعنا بيه. ومعايا هنا ملح زي ربع معلقة. الطريقة سهلة خالص وجميلة وبسيطة. حضر طبق بقى عشان أعجن العجين بتاعي. حضرت طبق يا حبايبي زي ما انتوا شايفين احط كوباية مية. لو احتاج مية تانية هحط له. احط نص ربع كوباية سكر. احط زي ما الملح بتاعي. احط الخميرة. قلبت كل حاجة مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. والخميرة معايا دابت. الزيت ده انا راح احطه بعدين خالص الم بيه العجين. احط الدقيق. اعجن الدقيق بقى بايدي واحب. وتعجني الدقيق حلو كده. بيحب يعني يبقى ليه عرق كده عندك عجان اعجني بيه بيبقى جميل. زي ما انتوا شايفين انا طبعا عايزه الم العجين وما اخليش العجينه تبقى شابكه في ايدي. احط لها الزيت. زي 5 معالق زيت كده على كيلو الدقيق. زي ما انتوا شايفين. اعجن حلو. والك كده واعجن واخليش الدقيق شابك في ايدي اخلي العجينه معايا ناعمه وجميله. زي ما انتوا شايفين كده انا العجينه عجنت حلو يا جماعه. اهم حاجه العجن في الفينو. عشان تبقى العجينه ناعمه معاك وجميله جدا ولها عرق. انا طبعا خلاص على كده خلصتها. اجيب زي نقطه زيت كده. ولا معلقه زيت اروح حطها من فوق. واسيبها كده من تخمر. ما شاء الله وتملى معايا الطبق. اهم حاجه تخمر معانا قوي. عشان الفينو بيحب الخميره بيحب ان العجينه تبقى خمره قوي. وهي خمرت معانا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. الطبق بتاعنا يعني فاضل حاجة بسيطة ويتملي. ما شاء الله خدت معايا اقل من ساعة. ان احنا حاطين خميرة كتير فيها. عشان يطلع معاكي العجين. الفينو معاكي مظبوط ويطلع معاكي الفينو ناجح. لازم تخمري حلو. انا فضيتها طبعا حطيتها على الرخامة. وهطبطبها بايدي كده واعملها زي يعني زي فطيرة كده. وبعد كده اجيب السكينة واقطعها. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. اجيب السكينة بقى اقطعها. اقطعها زي كده اسطوانة كده. بعد ما قطعتها يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اللي قدامي. زي كده اسطوانة كده قطعتها. اخد بالحتة بقى واكور. اعملها بالكور كده اعملها كل العجين اعمله كور كده. انا خلصت العجين بتاعي وكورته كله. حبيت ان انا اعمل الطريقة ديت عشان يسهل لي ان انا اخلص بسرعة يعني ما اخدش وقت. طبعا انا هجيب كورة من اول كورة ما عملتها. هجيبها من العجين. وافردها عشان تبقى معانا مرتاح وتتفرد معانا بسرعة. بإن الشابة بالطريقة دي تعملها. حابة تعمليها بإيدك براحتك انتي. طبعا عندنا العجينة ناعمة وجميلة ما شاء الله. بتتفرد معانا بسرعة ما شاء الله. انا مرتاحة. كل ما تريحي العجينة. كل ما يكون معاكي تتلف بسرعة وما تبقاش مطة كده وفيها عرق. بتبقى مرتاحة وجميلة. ألف واحدة قدامكم. رور كده تلفيها.
أنا طبعا راح أعمل كل الكمية بالطريقة ديت عشان ما ياخدش معايا وقت وأخلص الكمية بتاعتي. حابة تعمليها بإيدك تتفرد معاكي بسرعة ما تاخدش وقت وتلفيها كده، أخلص كل الكمية بإذن الله. طبعا أنا راح أخد الفينو بتاعي وأطوله بإيدي نفس الطريقة ديت. زي ما انتوا شايفين العجينة معانا ناعمة وجميلة ما شاء الله، وبتتفرد معانا بسرعة، وزي ما انتوا شايفين كده يعني. طبعا احنا في اللحام اللي من تحت تخلي الفينو عشان منا يجي يخمر ولا يستوى ما يفكش معاكي. الفينو يا جماعة ليه كذا طريقة. الطريقة ديت انا دايما بعملها طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وجربيها وانت هتتبسطي منيها. نفس الطريقة دي تعملي الفينو بتاعك وتقفلي من الجناب، تدوسي بصوابعك كده من الجناب عشان ما يفكش، وتحطي بقى في الصاج بتاعك وتملي الصاج بالطريقة ديت ما شاء الله. طيب يا حبيبي انا اخلص كل الكمية اللي قدامي بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده خلصها كلها وارجع لكم تاني. خلاص على كده خلصنا معانا الفينو بتاعنا ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده كل الكمية خلصتها. انا طبعا هسيبه زي ما انتوا شايفين كده. حتى اول واحدة ما عملتها عشان العجينة ناجحة خمرت معانا، انا راح اغطيه واسيبه يخمر. خلاص الفينو خمر معانا يا جماعة ما شاء الله عليه. زي ما انتوا شايفين تحاولي على قد ما تقدري ما تزنقيش مع بعضه. انا مولعة الفرن على كده واحط على طول في الفرن يحمر معانا. اطلعه من الفرن واحط عليه فوطة عشان تبقى القشرة معانا طرية ويبقى ما يرجع طري. على كده خلصت الفينو ما شاء الله عليه، بجد شوية فينو زي العسل جميل جدا يا جماعة. بكيلو دقيق عمل لي 30 رغيف. المقاس ده حابة تكبري اكتر من كده اعملي 25 رغيف، يتسب المقاس اللي انت تحبيه. تعملي 25 رغيف بكيلو دقيق، تعملي 30 رغيف بكيلو دقيق، راح يعمل لك كمية كبيرة وجميلة جدا. الطريقة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وزي ما انتوا شايفين مفيش حاجة مفرغة من جوه، وجميل جدا وهاشش معانا وقطنية ما شاء الله عليه. بجد شوية عيش فينو زي العسل، جربيهم وانتي هتتبسطي منيهم. توفير كتير يا جماعة اللي بنشتروه من بره. ريحته وطعمه خطيرة بجد. قلب لي البيت قلب بريحته الجميلة والعيش الجميل الفينو. حابة انت تحشيه كمان في عيش فينو يا جماعة. العيش الفينو بالذات ليه كذا طريقة، كل طريقة وطريقة أحلى من التانية. أنا حبيت أعملكم العيش المش محشي، إن شاء الله فيديو تاني أعملكم العيش المحشي بالجبن بإذن الله. بيكون عجبكم الصنف بتاعنا، وأشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.